السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين؟ اخباركم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل صينية رز او ارز. جميلة جدا، يعني اللي يعملها مش هيبطل يعملها بصراحة، طعمها روعة. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان في حاجات هنستبدلها وحاجات يعني تعرفوا كل التفاصيل عشان تستفيدوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. شايفين الجمال والطعم؟ بجد جميلة جدا جدا. يا رب تجربوها ان شاء الله. ما تنسوش حبايب قلبي لايك وشير واشتراك في القناة. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم الكل يستفيد. معايا كمان الأول كوبايتين رز بسمتي. ده رز بسمتي. كوبايتين الرز طبعا هنغسلهم كويس قوي، هنصفيهم وهنحطهم في الحلة دلوقتي. نحطهم في الحلة ونحط المية. طبعا كوباية الرز لها كوبايتين مية غير الرز المصري. طبعا الناس الكبار عارفين الكلام ده، البنات الحلوين الكتاكيت الصغيرين. هنحط 4 كوبايات مية على الرز وهنحطه على النار ونحط الملح بتاعه. كل واحد بقى بيحط الملح اللي يريحه من غير زيت يا جماعة، مش مطلوب في الوصفة زيت مع الرز ده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في وصفات كتير للرز. في رز الأخضر جميل جدا 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 مع السمك، وفي صينية رز تركية جميلة جدا، وفيه في رز تاني مش فاكرة. هسيب لكم اللينكات طرق الأرز أو الرز تحت الفيديو. طبعا معايا 500 جرام من صدور الفراخ. دي إضافة من عندي، محبتش أعمله بالخضار بس. اللي مش عايز يحط لحوم ما يحطش، براحتكم خالص، لكن هي إضافة من عندي. الولاد طبعا محتاجين بروتين وكده، فقلت لا مش لازم أعملها بالكوسة والخضار بس، والجزر. كده يعني طعمها احلى وفيها فوائد اكتر وكده. معايا بصلة كبيرة، يعني مش كبيرة قوي ولا صغيرة، تعتبر متوسطة. قطعتها زي ما شفتوا كده وهنضيفها على صدور الفراخ. نزلنا صدور الفراخ الاول عشان تاخد صدمة وما تنزلش السوائل اللي فيها. طبعا بعد ما غسلت صدور الفراخ وتبلتها بالكمون بالبتاع دوت، لا كمون، لا الفلفل الاسمر والحبهان، وحطيت معلقة البتاع الاصفر دوت اللهم ذكرني. تبليها بكل الحاجات اللي بتحبيها، يعني التوابل اللي بتحبيها، التوابل اللي بتحبيها. معايا جزر قطعتها شرايح رفيعة قوي كده، ونزلنا بيها بعد البصل، لان الجزر ننزل بيه هو يعني بعد بياخد وقت شوية عن الكوسة، بس مقطعاه رفيع قوي كده زي ما انت شايفة. كل ما بنحط حاجة بنقلبها وبنغطيه. الرز كان خلاص قرب يستوي اهوت. هقلبه وهنسيبه يكمل سوا، ونقطع الكوسة زي ما انت شايفة كده برضو زي الجزر بالظبط. كوسية خايفة تتقطع بتجري مني. طبعا بحاول اوضح التقطيع بس مش اكتر، يعني عشان ماخدش وقت، عشان البنات الحلوين مقطعها ازاي او كده. بنات صغيرين بيبقوا لسه بيتعلموا في الجامعات، بيحاولوا يشوفوا وصفات يعملوها. عندي بنات جيراني كده اتصلوا على ماما عايزين نعمل اكل يا ماما، تقول ادخلوا على النت وشوفوا واعملوا. برضو قرن الفلفل دوت الصغير دوت اضافة من عندي، حابة يكون فيها ريحة شطشطة كده، حاجة خفيفة يعني. حسب يعني، ده اضافة من عندي زي ما قلت لكم، مش مجبرين يعني. انا على فكرة في وصفات بغير فيها حاجات كتير، حاجات ما بتكونش من الوصفة ديت بولندية، في حاجات ما بتكونش موجودة عندنا بنستبدلها بحاجات تانية وبتطلع حلوة وجميلة. بقدمها طلعت وحشة ما برضاش اقدمها عشان محدش يزعل، محدش يقول ايه العك ده ولا كده. بجد الطريقة دي جميلة جدا، عجبتني وعجبت الولاد ما شاء الله يعني. وبعدين الفراخ بنحاول نغير فيها، لان بصراحة مسلوقة ولا كده الحاجات اللي اتعودنا عليها بنزهق منها.
حطينا الفلفل الاسمر والملح، الملح بتاعك اللي انت عايزاه، وقلبناه وغطيناه لحد ما الخضار ما يستوي. هنجهز البيض والكريمة. في هنا خطوة استبدلت بقى فيها حاجات برضو، ضفنا فلفل اسمر على البيض عشان ريحته. هنقلب كويس. المفروض الكوباية اللي هضيفها دلوقتي كوباية كريمة سائلة او كريمة طبخ يعني، ما لقيتهاش موجودة، فقلت هو انا يعني اوقف الوصفة عشان مش لاقية كريمة الطبخ؟ لا هعملها. بجد يعني عملت ايه بقى، ضفت كوباية حليب، ضفت لها معلقة كريم شانتيه، فرقت في الطعم جدا جدا، طعم الرز رهيب. يعني الكوباية اللي انا ضفتها دي كوباية حليب عادي خالص، وضفت عليها كوباية كريم معلقة كريم شانتيه اسفة، وقلبتها كويس، وضفتها على البيض وقلبتهم زي ما شفتوا. بعد ما حطينا دهنت الصينية زيت سمنة اقصد، وحطينا طبقة من الرز، وهنحط طبقة الخضار والفراخ مع بعض على الوش، في النص اقصد، في نص الطبقات، هما طبقتين من الرز وطبقة الخضار والفراخ دي في النص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها كده، وعايزة حبايب قلبي اللي يجرب حاجة يقول لي ايه رأيه فيها. حطينا الطبقة التانية من الرز وهنسويها كده، نضغط عليها شوية عشان تتماسك، يعني مع ان اضافة البيض والحليب عليها هيظبطها خالص. نحاول نساوي كده كويس قوي عشان مش يبقى في حاجة، تبقى الرز لو فضل في حاجة مش متساوية هتنشف. نزلنا بقى بالخليط البيض والحليب او الكريمة. لو عندك كريمة سايلة او كريمة الخفق الطبخ حط الكوباية كريمة. بجد معلقة الكريم شانتيه اللي حطيتها فرقت خالص في الطعم. 150 جرام جبنة او 100 جرام حسب ما انت يعني حسب وش الصينية اللي عندك يغطيها ايه. ده كان 150 جرام. طبعا عايزة تعملي صينيتين هتضاعفي المقادير، وكل واحد حسب بقى عدد افراد اسرته. بصراحة كان ريحتها وطعمها جميل جدا، اتمنى تجربوها. شايفين بقى عاملة ازاي، شكلها تحفة. لازم نغير في الاكلات وفي الوصفات، مش شرط نفضل الرز في الحلة وخلاص، لا، في حاجات كتير جميلة